السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معلش انا عايزة بس اعرف يعني رأي الناس، رأي الدين. ها، ان لما يبقى مثلا سيلفي ومراته وعياله يسيبوا بيتهم ويجوا يقعدوا هنا معانا. هو البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، الشقة اللي احنا قاعدين فيها دي ايجار قديم، وتعتبر شقة العيلة يعني. كان حماية وحماتي فيها. يعني طب انت كان ليك، كان في اخ كان برضو بيجي كده يقعد ويمشي ويقعد ويمشي، وهم برضو نفس النظام. وهو وكان عنده برضو التاني كان عنده شقة، وده برضو سايب عنده شقة تمليك وسايبها وقاعد معانا هنا، هو ومراته وثلاث عيال. يعني أكبر واد في الثانوية كبير. يعني مش فاهمة فيه ايه. وأنا برضو عندي عيال وهو. يعني انتوا سايبين بيتكم بالكوكم وقاعدين معانا ليه؟ ما تروحوا تقعدوا، ما ربنا موسعها عليكم، وتروحوا تقعدوا هناك في شقتكم ومرتاحين ماديا. يعني الحمد لله احنا متوسطين الحال، بس الحمد لله هم مرتاحين ماديا. هو عنده عربية ومراته عندها عربية ومرتاحين ماديا. عايزين ايه تاني؟ لما احنا بنضيق على بعض في الدنيا كده، في ايه؟ في ايه ده يا جماعة؟ ده هي متر في متر، والله والله العظيم ده متر في متر. لما احنا ما نعيش كده، ده هي عيشة واحدة اللي احنا هنعيشها. ما كانش الواحد يعيشها كويس، هيعيشها امتى كويس؟ امتى؟ بعد ما يموت يعني مثلا؟ ليه كده؟ ليه يكون في بينا عداوات؟ ليه يكون احنا مزعلانين على طول من بعض ومتخاصمين من بعض؟ ليه؟ عشان ايه ده كله؟ ليه ما اروحش اقعد في شقتي، اقلع اللي اقلعه والبس اللي البسه واكل اللي اكله واعيش براحتي؟ ليه؟ يعني انا عايزه اعرف راي الناس، راي الدين في واحد لما لا كمان ايه ما بيسيبوش فرد. اهم حاجه انت دلوقتي ما بتسيبش فرد. طب وسايب شقتك وقاعد هنا بتعمل ايه؟ قاعد هنا بتعمل ايه؟ هو ومراته وعياله، ومراته بسم الله ما شاء الله لسانها يشد مقطوره. يعني انا بتكلمش معاه. احنا على فكره ما بنتكلمش بعض ديت. لو الواحد اداها فرصه بس هتطلع غسيلها الوسخ، لكن انا ما بتكلمش معاها. عايزه اعرف راي الناس ايه في العالم اللي زي دي. رايهم ايه؟